الحدوته بتقول لفتره طويله قوي كانت الناس بتقعد تقول لي طريقك مسدود 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 يا ولدي. ودي كانت حدوته من حواديت حياتي، ولما عشتها كنت بسمع الجمله دي كتير قوي. اسمعها في شغلي واسمعها في تحدي كنت بواجهه. مثلا كنت بشوف دايما في كل بدايات طريق مسدود. كنت بواجه مشاكل بتبدو احيانا مستحيله. الحلول التقليديه كانت بتفشل بصراحه. الابواب كانت بتتقفل في وشي بشكل غريب. كنت بحس ان الدنيا حواليا بتستسلم بسهوله، بتقول لي مفيش امل، وان كنت ما بحبش سيره امل. وده قدرنا، هنعمل ايه؟ احنا لازم نستسلم. كان جوايا بقى ألم حقيقي بيقول لي الاحباط ده مش بتاعك، مش ليك، انت مش مسموح لك بالاحباط. يعني ايه؟ اشمعنى انا؟ يعني ايه الفرق بيني وبين الناس؟ ايوه يا بيه، انت راجل بيقولوا عليك تاجر شغف وترزي افكار وحاجات زي كده. حاول تشوف لنا مخرج. هو الطريق ده فعلا بجد مسدود، ولا احنا في الطريق الغلط؟ اكبر غلطه عملتها وقتها اني كنت بقبل بالتعريف التقليدي للمشكله. كنت بصدق ان المشكله هي حاجه ظاهره، حاجه بره ارادتي، انا مالهاش دعوه. بقول لك ايه، انا حاولت والطريق طلع مسدود. حتى كانت دايما الناس عندها مشكله يقول لك ايه، احنا لازم نفكر لما نلاقي مشكله وطريق مسدود نفكر بره الصندوق. انا بصراحه كان عندي مشكله في الموضوع ده. انا موضوع التفكير بره الصندوق ده كنت بحس انه مش بتاعي. انا لو ما لقيتش الحل جوه الصندوق يبقى في غلط في الصندوق، يبقى انا ماسك صندوق غلط، ماسك وزن مش وزن، ماسك حجم مش حجمي. الحقيقه الثابته ان كانت وجهه النظر ممكن تتغير، وده معناه حاجه واحده بس، ان انا كنت بحبس نفسي في نفس الدايره اللي الناس كلها محبوسه فيها. تعالوا نفكر بره الصندوق. طب وماله الصندوق؟ احنا خلصنا الصندوق الاول. التحول الحقيقي بقى اللي حصل لي ان المشكله مش هي المشكله هي كانت طريقه التفكير في المشكله. لما فهمت ان كل طريق مسدود هو في الحقيقه دعوه انك تروح تشوف طريق تاني، دعوة انك تبدع في حتة تانية. اكتشفت ان الحلول الابتكارية مش بتيجي من التفكير بجدية او الهروب اللي هو التفكير بره الصندوق على طول. اول حاجة تعالوا نطلع بره الصندوق. لا، الحلول الابتكارية او التفكير بيجي ان انت تفكر في المتاح معاك الاول. دي كانت اول حاجة اتعلمتها. فبدأت اشتغل على 3 خطوات علشان احول اي طريق مسدود لفرصه. اول حاجه بدات اعمل حاجه اسمها اعاده تعريف المشكله. بدل ما اركز على المشكله نفسها كنت بسال نفسي هو انا عايز ايه، وانا محتاج ايه حقيقي من ورا المشكله دي، ايه الهدف الرئيسي اللي عايز اوصله. بغض النظر بقى عن العقبه اللي قدامي كنت بحاول بعيد تعريف اذا كانت بتفتح لي زاويه جديده ولا لا. تاني حاجة كنت ببص دايما من زاوية مختلفة. عارفين فكرة البارادايم شيفت؟ كنت دايما ببص للموضوع أنا شايفه 9، أنا بقى عايز ألف الناحية التانية علشان أشوف السدة. كنت دايما بتخيل نفسي شخص تاني تماما. كنت بلعب دكتور جيكل ومستر هايد، شخصيتين عكس بعض، كل واحدة فيهم تقول للتانية حل. طفل وفنان، مهندس ومنافس، مجنون وهادي، متدين ومجنون. حاولت اوصل لحلول كتير قوي. لو انا بكل الشخصيات دي هبص للمشكله ازاي، وايه الحلول اللي ممكن يفكر فيها كل شخصيه من دول. ده اللي بيخليني دايما مش بس اخرج بره الصندوق، ده انا اخد الصندوق معايا وانا خارج كمان. اصلا انا خلصت عليه. تالت حل كان حاجة اسمها تمرين 10 حلول المجنون. يعني ايه؟ كنت بلزم نفسي دايما ان اطلع ب10 حلول لأي مشكلة، حتى لو كانت حلول مجنونة ملهاش منطق خالص او مستحيلة. الهدف مش اني الاقي الحل، الهدف اني
اكثر جوايا الحاجز النفسي بتاع التفكير التقليدي، تفكير بره الصندوق وجوه الصندوق، بره في الصندوق وجوه الصندوق. لا، كنت بفتح عقلي لاي احتمال. دايما كان بيطلع من ال10 حلول دول حل او 2، حتى لو ساعات كنت دايما لما ناس بتقول لي حلول كنت بقول لهم يعني والله مش مقتنع بالحلول دي، لا انا بس من جوايا المكنه شغاله، المكنه على طول بتفكر وبتطور لحلول حقيقيه من الحلول ديت. هو ممكن تكون ال10 حلول غلط، ممكن تكون ال10 حلول مش منطقيين، مجنونه زي ما قلت، ولكن كان ممكن يحصل ما بينهم كومباينيشن يوصل لي او يوصلني للحل الحقيقي. اني كنت بشوف المشاكل الغاز ممتعه، زي الالعاب اللي بنلعبها، نحاول نشوفها لعبه وعايز احلها، مش عقبه ومحبطه. بدات احس ان انا بلاقي حلول مبتكره للتحديات والمشاكل اللي بتقابلني، وبدل ما ابقى عايش في دور ضحيه الظروف بقيت صانع الحلول. وده مش معناه ان المشاكل اختفت، بس على الاقل بقى عندي عقليه اللي بيسموها المنتاليتي، قادره ان هي تحول اي طريق مسدود لبدايه جديده. هو فعلا بصراحه كل طريق مسدود هو في الحقيقه دعوه للابداع. لو شايف انك وصلت لطريق مسدود او انت مش عارف الطريق منين اصلا، غير طريقه نظرتك للمشكله، اعتبرها لعبه وعايز تفكها او تحلها. الحلول الابتكاريه موجوده، بس محتاجه عقليه تشوفها. والاهم من دي ان لازم يبقى عندك حد بيسموه المنتور، الانفلونسر، الشخص المرجعي اللي لما حلولك تتلخبط تروح تقول له بقول لك ايه، ما تساعدني كده انهي حل في الحلول اللي قدامي دي الانسب ليا. انا دوري ودورنا ان احنا بنشتغل على فكره المنتورشيب، نشتغل معاك ان نلاقي معاك حلول بديله، حلول مبتكره طالعه من جواك انت، طالعه من الصندوق بتاعك، وممكن احيانا برضو نطلع بره الصندوق، بس الاهم تبقى كلنا مشتركين في الحلول ديت. اتواصل معايا لو حاسس ان انت في طريق مسدود، او ان انت حاسس ان مفيش حلول ابتكاريه معاك، او الحلول الابتكاريه موجوده بس مش عارف انهي الانسب ليك، عشان نوصل للانسب ليك.